7 أعمال مهمة جدا وعظيمة في يوم عيد الغدير، المصادف 18 من شهر ذي الحجة، الجمعة القادمة إن شاء الله، وهو عيد الله الأكبر وعيد آل محمد، وهو أعظم الأعياد. ولذلك سئل إمامنا الصادق عليه السلام، قيل له: يا ابن رسول الله، هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: نعم، أعظمها حرمة. قال الراوي: وأي عيد هو؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام، وقال: من كنت مولاه فعلي المولى، وهو يوم 18 من شهر ذي الحجة. فأهم الأعمال في يوم عيد الغدير المصادف 18 من شهر ذي الحجة، الجمعة القادمة إن شاء الله، أولا الغسل، يستحب فيه الغسل، وهذا الغسل مثل غسل الجمعة وغسل الجنابة. وقت هذا الغسل من بعد الفجر وينتهي ما قبل المغرب، يعني وقت مفتوح لك وفيه ما فيه من الفضل. هذا العمل الأول. والعمل الثاني وهو أهم الأعمال، الصيام في يوم عيد الغدير، فإنه كفارة للذنوب 60 سنة. وفي رواية أخرى أن صيامه يعدل صيام الدهر، ويعدل 100 حجة و100 عمرة من صام يوم 18 من شهر ذي الحجة. هذا العمل الثاني. والعمل الثالث أيها الأخوة، زيارة مرقد أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك يقول إمامنا الرضا عليه السلام لأحد أصحابه: أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب 60 سنة، ويعتق من النار ضعف ما اعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر. وإذا لم تستطع زيارة مرقد إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام عن قرب لظرف أو آخر، بالإمكان زيارته بزيارة أمين الله، وهي زيارة صغيرة جدا تجدها في كتاب مفاتيح الجنان وضياء الصالحين، وزيارة مخصوصة في يوم عيد الغدير. وإن شاء الله سنزور نيابة عنكم إن شاء الله في يوم عيد الغدير، فقط قلدون الدعاء والزيارة. هذا العمل الثالث. والعمل الرابع أيها الأخوة، أن تقول في يوم 18 من شهر ذي الحجة 100 مرة: الحمد لله الذي جعل كمال دينه وأتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. والعمل الخامس أيها الأخوة، أن تهنئ كل من تلقاه من المؤمنين بقول: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. والعمل السادس أيها الأخوة، أن تتصدق بما تيسر، تدفع لك 1000 دينار، تدفع لك 500 دينار، تدفع لك ربع دينار في يوم 18 من شهر ذي الحجة. ولذلك يقول إمامنا الرضا عليه السلام: الدرهم فيه ب1000 درهم، يعني تدفع لك 1000 كأنما دافع لك مليون. والعمل السابع والأخير، أن تدعو بدعاء الندبة للإمام عجل الله فرجه الشريف، فإنه يستحب قراءته في يوم 18 من شهر ذي الحجة. والعمل الأخير، أن تصلي ركعتين. هذه الصلاة لا تعد ولا تحصى، ثوابها لا يعد ولا يحصى عند الله عز وجل، سأذكرها في مقطع مخصوص غدا إن شاء الله تعالى. فهذه الأعمال السبعة الذي يستحب في يوم 18 من شهر ذي الحجة. فأرجو من جميع الأخوة والأخوات مشاركة هذا المقطع على حب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.